مساء الخير عليكم متابعينا في كل مكان، متابعي كايرو لايف. معكم مصطفى درغام من قناة القاهرة 24. بنتواصل مع حضراتكم من منطقة باب الشعرية مع السيدة نوال، عمرها 86 سنة. كان عندها أملاك وأراضي ورثها عن والدها وعن أمها، وبعد كده فجأة واحدة لقيت إن أشقائها استولوا على ميراثها ورموها في الشارع بدون مأوى، وحتى أساسها يمكن زي ما انتم شايفين موجود في أحد المخازن. معلش اهدي كده، معلش، وحاولي تحكي لي كده الحكاية فيها ايه. ماما سايبة بيت، وبعدين هي ماتت، وبعدين البيت أنا وإخواتي، وأنا قاعدة فيه وأنا مولودة فيه، ولو كبرت ولا إخواتي وقعدت عليهم وجوزتهم وولادهم اتجوزوا كمان. بصيت لقيت إيه، جه قال لي يا نوال، عايزاكي تمديلي على الورقة دي عشان احنا الاخوات الاتنين بنبيع لبعضينا. قلت له طيب. هو كان بيحبني قوي قوي قوي. اخوكي مش طالع حصل ده كله. وبعدين رحت مزياله انا واختي. اختي جوزها ميت بس اختي ماتت. مضينا احنا الاتنين ان احنا شاهدين عليه انهم بيبيعوا لبعضيهم. خدنا ودانا حته كده، مش عارفه الشهر العقاري. ما اعرفش يا ابني، انا ما بخرجش ولا ما كنتش بخرج ولا بعرف حاجه. وبعدين قال لي مضيتي؟ قلت له مضيت. قال لي اختي مضيتي؟ قالت لي مضيت. ما قالناش مضيته على ايه؟ مش يسالنا يا ابني صح التوقيع. ما قالش والله، والله ما قال لنا الا مضيت. قلت له مضيت. مضيتي؟ قالت له مضيت. اختي ماتت. بصيت لقيت ايه، بعديها انا دي بنت اختي بس انا مربيها، امها ميته. هي اللي بتوكلني وتيجي تغسلي وتعمل لي كل حاجه. كتبت لها 3 قراريط رجليه. بصيت لقيت بعديها جه بقى يجي يبهدلني من غير سبب بالشارع 4 مرات، يقول لي كلام. انت عندك كام سنه؟ 86 سنه. وبيبهدلك وانت في العمر ده؟ لو تسأل له تقول بدل هذا مش قادرة أقول لك بيقول لي إيه. عيب يا ابني، أنت ابني وكنت أجيب أكبر منك، كنت ما أقدرش أطلع الكلام العيب. لا بلاش احنا فهمنا. يجي 4 مرات. وبعدين جاء حراري، أنا ما بردش عليه خالص، والناس تبقى كده يقولوا له عندي أخته. راح إيه، الكلمة بس اللي ردت عليه 4 مرة لما جه قال لي حراري في البيت. والله 3. هي كلمة واحدة اللي ردتها عليه. قلت له كنت راجل احلق لي البيت يا ماما. رحت داخلة من الشباك قاعد. بصيت لقيت ايه، واحد جاي نوال السيد احمد. نزلت. قلت له اتفضلي يا حاج. قلت له ايه دوت؟ قال لي ده جواب من المحكمة. قلت له ولا نعرف محكمة ولا لنا حاجة في المحكمة. فين الحتة دي المحكمة؟ وعملت له بإيديا كده. قال لي أخوك مش شكيك المحكمة بالطرد، أعمل لك قضية بالطرد. أخوك محسن مكتوب في. قلت له طيب. قعدت أعيط، الناس كتبت عليا قالوا لي طب هاتي محامي. جبت المحامي. طرد من بيتك اللي انت قاعده فيه، ملكك اللي انا مربياه، اللي انا مولوده فيه، وهم مولودين في البيت معايا وانا مربيهم فيه، وخرجوا متجوزين ومخلفين. وانت ما اتجوزتيش؟ انا بنت لغايه دلوقتي 86 سنه. عمر ما راح حاضر. وبعدين ماما الناس يقولوا لي انت اخدتي المكافاه. هم اداك المكافاه، هي دي مكافاتك على اخر الزمن، اديك المكافاه دي. وبعدين رحت ايه، اداني الورقه. وبعدين الناس قعدت اعيط، قالوا لي هاتي المحامي. جبت المحامي، رفع لي القضيه. اما رفع لي القضيه بقت ايه، قال لي
المحكمة طلبتني، رحت الخبيرة، بصيت لي كده، رجعت تاني بصيت لي كده، ورجعت تاني بعتت لي تاني، بصيت لي كده، قالت له بصي بقى، مسكت رقبتها كده، قالت له في حاجة واقفة لي زوري هنا، عايزة أقولها لك، مش حرام عليك لما تدوخ واحدة زي دي في المحكمة ومش قادرة. ما ردش عليها، تنتي في المحكمة. صعبوا عليك، صعبت عليهم في المحكمة. تنتي في المحكمة يا ابني، يوديني المحكمة، الجلسة في جلسة 8 سنين 8 سنين. المحامية احنا مالناش رجالة يجوا زمان تعرف رجالة من الشارع يا ابوي. المحامية بقوا يضحكوا علينا، 5 محاميين، كل واحد يضحك علينا وياخد فلوس وبعدين لما ايه، وبعدين دي بقى لما كتبت القراريط، يعني في النهاية بعد ال8 سنين دول الموضوع خلص على لما ايه؟ كتبت لها القراريط سجلناها في الشهر العقاري، لغالها البتاع اللي بيقولوا عليه الشهر ايا كان، مش عارفه اسمه ايه، الشهريكه ولا ايه، مش عارفه يا ابني. كانت هي كسبتها اول مره، رفع عليها قضيه، راح خسرتها، خد منها برضه ال3 قرارات اللي انت كتبتهم لها، كسبها هو. طيب انت دلوقتي عايشه فين يا حاج؟ انا دلوقتي عايشه فين؟ انا هحكي لك بقى. 8 سنين في المحاكم، وحياة رسول الله يا ابني هيحبسوني 100,000 و700,000 عليا، اجيبهم منين؟ عندي راجل بيصرف عليا؟ عندي حد بيديني حاجه؟ عليا هيحبسوني بيهم. هيحبسوني بيهم، اجيبهم منين؟ 100,000 و700,000. انت مهدده دلوقتي كمان بالحبس؟ امال ايه؟ مش الناس عايزه حقها، اجيبهم منين؟ راحوا على القواضي 8 سنين، ده ياخد جت واحده قالت يعني حاجه، انت عايزه تقولي لي انك انت 86 سنه ما اتجوزتيش وربيتي اخواتك وعيال اخواتك وحرمت روحك من كل حاجه، ودلوقتي انت مطروده من البيت وكمان مهدده بالحبس وعليكي غرامه؟ عليا فلوس، صح؟ عشان انا مسلفاهم، اجيبهم منين للناس؟ ده عفشك يا حاجه؟ دي حاجتي. دي حاجتي، كسرها وخد نص الحاجه، حتى البطاطس خدها، تصدق بالله؟ وحياة رسول الله وحياة كتاب الله، لغايه مفتاح الانبوبه خده، البطاطين خدها، الصيني خد نص الحاجه، ما رضيش يخليها تلم الحاجه. في حد يحكم بكده؟ هو ام صاحب بقى ايه، جوز بنته عامل ظابط. طيب احنا بصي، منتهى الصفه، يعني انت دلوقتي محتاجه ايه؟ انا محتاجه، عايزه اقعد الشقه زي ما كنت قاعده فيها، الواحد باسمي يا ابني. دي واخداني عندها ودي تاخدني عندها يومين، طب ولا اقعد ساعه كل ساعه كده فين هنا. وانا كنت قاعده في بيتي ومتهنيه، وامي قالت لي ما تخرجوش منه، خليكي قاعده فيه، ده بيتك. بيتي فين بقى؟ بصيت لقيت الجبقوه جوز بنته عامل ضابط، مربي شنبه كده، وبعدين عامل نفسه ظابط، وبعدين طلع اللي هو طردوكي من البيت، طلع هو مش ظابط. طلع بتاع قابلتان بتاع الشبابيك ولومنتال. يا حبيبي مش عارفه يا ابني. طيب احنا سمعنا قصتك برضو عشان بس الناس ما تتوهش مننا، وانتي محتاجه شقه تقعدي فيها بدل ما انتي شويه هنا وشويه هنا عند الناس، صح كده؟ ان شاء الله. اجيب فلوس منين يا ابني؟ وعايزه ثمن غرامها اللي عليكي. اجيب فلوس منين يا ابني؟ اكلها في حق الناس، النهارده دنيا وبكره اخره. صح. مش هتحاسب على حق الناس؟ صح. هو اسمع، هو غني، قاعد في الكويت سنين وايام ومبسوط، مش عاوز حاجه. بس شوف عمل فيا ايه،
صح. طردني من البيت. صح. راح جوز بنته الظابط دوا، هو والظابط التاني، قام طردوني من البيت وشالوني بالكرسي ورموني في الشارع بالكرسي. صح. الناس كلها اتفرجت عليا، الناس كلها اتفرجت عليا. ان شاء الله حقك يرجع لك. آه. ان شاء الله حقك يرجع لك. بص يا ابني، لما كتبت لها القراريط المشهر، لغالها المشهر. انا بنسى يا ابني. تمام. انا تمام. 86 سنه يا ابني، هفتكر يا حبيبي. معلش معلش معلش. حد يعمل كده في اخته؟ معلش. حد يعمل كده؟ عيني راحت في صحي، بص الليل والنهار على كده، الليل صور لي عيني والنبي عشان الناس تتفرج عليها، عشان الناس تتفرج عليها. عينك راحت لما زعلتي على الطرد. ايوه، عيني راحت وعملت عمليه كبيره، الضغط عالي، مش عارفه عمل في القرنيه ايه. انفجار في القرنيه. الدكتور قال لي هركب لك غشاء، بس في عين بتقبل الحاجه الغريبه وفي عين ما بتقبلش. وانت عينك ما قبلتش. وانا عيني مش 8 سنين يا ابني، 8 سنين على الوضع ده. شفت الاشعه قد ايه بتاعت عيني؟ بتاعت عيني من سهل على عيني، جاتني جلطه في رجلي كمان. اتفضل الشاي يا حبيبي. ماشي يا حاج، ان شاء الله ربنا يشفيكي، وان شاء الله حقك يرجع لك، وان شاء الله صوتك يتسمع. قول لي يا حبيبي، ده ماشي. يستاهل ايه؟ معلش. انا استاهل منه كده؟ لا 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 حد يعمل فقته كده؟ لا لا. بشكرك يا حاجه، وبشكر كل متابعين القاهره 24.